بالنسبة لموضوع التغذية العلاجية، عشان في ناس كانت سألت عليه. في البداية خالص قبل ما نبدأ، عايز أقول لك حاجة، إن مفيش نقابة لأخصائيين التغذية في مصر. لسه مفيش نقابة ليه. فهي موجودة في كذا نقابة مختلفة، موجودة طبعا في طب بشري. وكمان في كذا تخصص تاني بيقدر يشتغل فيه. فخليني أقول لك دلوقتي، أول حاجة لو أنت عايز تشتغل كأخصائي تغذية علاجية، اول حاجه بتعملها ايه؟ عندك تخش قسم مثلا زي قسم كيمياء حيوي او قسم ميكروبيولوجي، لان هم معتمدين معهد القومي للتغذيه، ان انت تقدر من خلالهم تعمل دبلوم تغذيه علاجيه، تقدر تشتغل كاخصائي تغذيه. فاول حاجه ان انت تعمل دبلوم تغذيه علاجيه. تاني حاجه، اختار اصلا المكان اللي هتعمل فيه الدبلومه، وده عن طريق ايه؟ ان انا بروح اصلا النقابه اسالها ايه المكان المعتمد من المجلس الاعلى للجامعات عشان اعمل فيه الدبلومه. بعد ما بعمل الدبلومة بروح للنقابة عشان أعمل مزاولة مهنة. النقابة بتبقى منزلة إن هي عاملة امتحان أو دورة عشان تعتمد أخصائيين تغذية علاجية، بعدها بتروح عشان تاخد الامتحان أو تاخد الدورة ده وتجتازها وتاخد مزاولة المهنة. بعد ما بتاخد مزاولة المهنة بيكون عندك حاجة من الاتنين لو أنت عايز تشتغل. أول حاجة، يا تشتغل في بولي كلينيك أو عيادة أو مركز شامل وتاخد فيه عيادة تشتغل فيها، بيبقى هو أصلا مركز مرخص وفي عيادات مختلفة وأنت بتاخد عيادة فيهم وتشتغل كأخصائي تغذية. أو إن أنت تفتح مركز، بس ده طبعا لازم يكون مترخص باسم طبيب بشري.